الكريم عليكم وعلينا. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. والرياض ومنتخب والرياض للمحليين. طبعا والرياض اتظلم كتير، كان ماسك منتخب الشباب وبعد كده الأولمبي، ولما جه صعد بالأولمبي جابوا مكانه مسكوا ونزلوه هو المنتخب الشباب. اتظلم كتير كتير جدا المدرب المحترم شيتوس والرياض. وبعدين لما قالوا في بطولة وقالوا البطولة لازم تشاركوا فيها لإما هتتحرموا ولازم نعمل منتخب مصر للمحليين، يلا يا عم الأسبوع الجاي في ماتشات، راحوا إيه قال لك إيه مسك هو الرياض خليه إيه ونشوف هينجح ولا هيفشل يعني. وإن شاء الله ينجح. شيتوس واخد تالت العالم مع شوقي غريب ورفاقه ومتعب والناس اللي كانت شغالة وابو المجد مصطفى. الناس اللي فاتت ده كان جامد جامد جامد، واحمد فتحي والرجاله دي ماشي، وحسام غالي كان معاه برضو ومحمد صبحي كان حتى كانت غلبوا في الاول 7-1 من الارجنتين، لكن فاقوا وسط فاقوا لغايه ما لعبوا على تالت وربع خدوا تالت العالم. فشيتوس كان متميز وطول عمره متميز. اختتم منتخب مصر المحليين استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا في تصفيات أفريقيا 2025 للمحليين. طبعا هو جمع بقى إيه مجموعة اللاعبين تمام اللي هم محليين بقى إيه ومتميزين، وخد الحارس والكابتن محمود أبو السعود هو كابتن المنتخب، وخد اسمه ايه ايمن لعيب الاهلي مش اللي هو راح البنك الاهلي تمام، خد لعيبه محترمه. استقام المباراة يوم الأحد على ملعب فري ستيت في مدينة بلومفونتاين في جنوب أفريقيا. وأدى الفريق المران الأخير تحت قيادة وائل رياض على أحد الملاعب الفرعية ووسط تفاؤل حذر ورغبة أكيدة في تحقيق نتيجة طيبة. ركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق، بالإضافة إلى الواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذي سيبدأون اللقاء. قال والرياض خلال المؤتمر الصحفي: نحترم منتخب جنوب أفريقيا الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره. المباراة ستكون بين فريقين كبيرين وتكون صعبة على الفريقين وقوية كعادة مباراتي البلدين على مستوى جميع الأعمار السنية. وأضاف: رغم ضيق الوقت وإجهاد رحلة السفر إننا لاعبي الفريق جاهزون تماما لأداء مباراة قوية، ويمكن الإصرار والعزيمة على العودة للقرب بنتيجة طيبة، ولدينا أملا كبيرا في تحقيق الفوز. محمود أبو السعود الطموح والرغبة في إن شاء الله نملك الطموح والرغبة في تحقيق الفوز، وإن شاء الله فايزين، وإن شاء الله قبل إلقاء العودة في الإسماعيلية. وتقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتاين في تمام الساعة 4 عصرا. تمام. أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة 9 مساء على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين المتأهل من الثنائي جزر القمر الملاوي في المرحلة الثانية للتصفيات. طبعا منتخب مصر للمحليين يعني ايه منتخب ان شاء الله ماشي متميز، وان شاء الله يعني لازم نشوفه وان شاء الله يتميز ويبقى كويس جدا. ومنتخب مصر بيقول لك هيلبس الزي التقليدي يعني اللي هو العلم مصر احمر وابيض واسود ضد جنوب افريقيا. طبعا منتخب كويس جدا، وان شاء الله ربنا يكرمهم ماشي ويفوز.
إن شاء الله تعالى. القائمة بقى اللي مع وائل رياض: حراس المرمى محمود أبو السعود وحسين زكريا، ماشي، وحسين زكريا ومحمد أبو النجا وأحمد طارق. خط الدفاع: أيمن أشرف، كان لاعب كبير جدا في النادي الأهلي دلوقتي بيلعب في البنك الأهلي. عبد الرحمن سميضة، مهاب سامي، أحمد عيد، لؤي وائل، سيد نيمار بتاع الزمالك اللي بيلعب مع البنك الأهلي، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد. خط الوسط: محمد صادق، كباكا لاعب الأهلي المعار، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياسطي، محمد مجدي، يوسف الجوهري، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء. خط هجوم: مروان عثمان، محمد السيد وعلي حسين. شوف الأسامي أنت عارف منهم 3 4 بس إن شاء الله بإذن الله وائل رياض شيتوس هيعمل شغل بيهم فوق ما تتخيل بإذن الله تعالى. إن شاء الله نشوف البرامج بتاع النهاردة. تمام. طبعا بقول لك في الأهلي وطبعا العراق بعد ما الدنيا استقرت عملوا دعوة أن يعملوا ماتش بين الأهلي والزمالك في العراق. الأهلي وافق، لسه منتظرين موافقة نادي الزمالك. يبدو أن المواجهات الودية بين الأهلي والزمالك ستعود من جديد بعد غياب دام 39 عاما. وحسب عنه في الموقع بأن مجلس إدارة الزمالك سيناقش عرضا وصل له اليوم بشأن خوض مباراة ودية في العراق ضد الأهلي، ومنتظر أن تقام المباراة في شهر مارس الجاري في إطار كأس بغداد الدولي. يا ريت يلعبوا. من المتوقع أن يصدر مسؤول الأبيض قرار بشأن خوض المباراة من عدمها خلال الساعات المقبلة. يذكر أن آخر مواجهة ودية جامعة قطبي الكرة المصرية جاءت 1986 وانتهت بالتعادل السلبي وأقيمت في الأردن آنذاك في مباراة ودية في بطولة ودية. وسبق أن التقى الفريقين وديا في 23 مناسبة، فاز الأهلي في 11 وتعادل في 4 وفاز الزمالك في 8. والتقى الأهلي والزمالك في الموسم الجاري 3 مرات في السوبر الأفريقي والمصري والدوري المصري. انتصر الزمالك في السوبر الأفريقي بقرارات الترجيح، والأهلي في السوبر المصري بقرارات الترجيح، والتعادل في آخر ماتش مع بيصيروا 1-1 اللي هو التعادل بطعم الفوز للزمالك وبطعم الهزيمة للأهلي. طبعا نادي الهلال السعودي لا السوداني، لا الهلال السعودي ده ممكن ان شاء الله هنشوفه في كاس العالم للانديه. لكن ده الهلال السوداني من اول خطوه للاستعداد لمواجهه النادي الاهلي. طبعا اعلن نادي الهلال السوداني بدأ تحضيراته لمواجهه الاهلي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا هم اختاروا ليبيا ان يلعبوا، وما هيروحوا يعملوا الاستعدادات في تونس. كشف النادي السوداني في بيان نشره على حساب الفيسبوك: معسكرا في تونس بدءا من 9 مارس الجاري قبل السفر للقاهرة لمواجهة الأهلي. واشار البيان أن عبد المهيمن الأمين اجتمع مع لجنة هم يلعبوا الماتش الذهاب في عشان الأهلي طلع التاني، الذهاب في مصر والإياب في ليبيا. وأشار بيان أن عبد المهيمن الأمين اجتمع مع لجنة المسابقات في الاتحاد الموريتاني لتنسيق مواعيد مباريات الفريق نظرا لغياب 10 لاعبين لانضمام منتخب السودان. ووضح أن النادي حصل على موافقة بتأجيل مباراتين للفريق في الدوري الموريتاني وتلتزم موعدها مع المعسكر المرتقب باستقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة أحد أيام 1 أو 2 إبريل إن شاء الله. وكده أيام العيد ولا إيه؟ هذه هي 7 نسخة في دوري أبطال أفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوض المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهم القاري. تمام، يعني قبله كده 12 مرة. المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري الأبطال في 87 وانتهى الذهاب في السودان بتعادل سلبي والإياب حسم نهائي 2-0 تمام للأهلي. الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ في مرماه، بينما أضاف أيمن شوقي القناص هدف الثاني بضربة رأس. المواجهة الثانية هدف في الدور 32 في سنة 2004 خسارة الأهلي في ذهاب السودان بهدف ريتشارد جيستن، وتعادل في مصر 0-0. ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.
ومن ذلك الوقت قرر اللقاء في 4 نسخ، ولكن جمعهم في دور المجموعات، في حين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0 وخسر في السودان 3-0 يا ساتر. وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور 16 ليفوز الأهلي ذهابا 2-1 ويتعادل إيابا 1-1. وتكرر اللقاء في نسخة 22 فوز الأهلي في مصر 1-0 وتعادل سلبيا في السودان. في نسخة 23 فاز الأهلي في السودان 1-0 وحزم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد. إجمالي جمع الفريقين 12 مباراة في دوري الأبطال، فاز الأهلي 5 وفاز الهلال 3 وتعادل في 4 مباريات. أما على مستوى الأهداف الأهلي سجل 11 هدف وتلقى 7 أهداف. طبعا يا جماعة مباريات اليوم النهاردة مصر جنوب أفريقيا للمحليين الساعة 4. طبعا برشلونة وريال سوسيداد الساعة 5:15، مانشستر وفولهام الساعة 6:30، وروما وكومو الساعة 7 في الدوري الإيطالي. والدوري السعودي محترفين الرائد والاتفاق الساعة 9، والاتحاد مع الأخدود الساعة 9، والقادسية والرياض الساعة 9، وأولمبيك مارسيليا ونانت في الدوري الفرنسي، ونشوف هيظهر تاني مصطفى محمد ولا إيه الساعة 10:15، وأوساسونا وفالنسيا في الدوري الأسباني الساعة 10، وليجانس وختافي الساعة 3 في الدوري الأسباني، وريال موروكا وديبورتيفو ألافيس الساعة 7:30. أمس كان في مباريات ريال بيتيس وريال مدريد، وريال مدريد اتغلب 2-1 في مفاجأة مدوية. نابولي وإنتر 1-1. مانشستر سيتي وبليسموس 3-1. أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بيلباو 1-0. و باريس سان جيرمان وليل 4-1. وجيرونا وسيلتا فيجو 2-2. وأتلانتا وفينيسيا 0-0. وسانت تيان ونيس بتاع فريق محمد عبد المنعم فاز 3-1. ودينيز وبارما 1-0. طبعا إن شاء الله نستمتع النهاردة بالمباراة الجميلة بتاعة منتخب مصر للمحليين ونشوفها. كنا عايزين نشوف مرموش جاب جون ولا لا، للأسف نيكول أورلي جاب جونين، وكيفن دي بروين في الدقيقة 90 جاب التالت، وماكسيمم تالو فيروف هو اللي بدأ ب1-0 في الدقيقة 38 وجه التعادل في الوقت الضايع في الشوط الأولاني، ونوكا أورلي 76 وكيفن دي بروين في الدقيقة 90. وصلى على الحبيب قلبك يطيب، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.